ليه بتيجي بالليل تضبط 10 منبهات ورا بعض وتنام بقى كلك حماس وطاقة لليوم الجديد، ولما يجي المنبه يرن الصبح تقعد تشتم فيه، وكأنك أول ما بيرن الصبح بتفتكر إن أنت حياتك ما تستاهلش إنك تحرك صباع رجلك. والغريب إن أنت في نفس اليوم اللي أنت صحيت فيه وأنت مش طايق نفسك بسبب المنبه، هتقوم بالليل عامل نفس ال10 منبهات قبل ما تنام. والموقف ده فكرني بحاجة كده، الكاتب والفيلسوف ألبير كامو قال في كتاب أسطورة سيزيف إن سيزيف كل يوم بياخد الصخرة وبيطلعها لفوق، رغم إن هو عارف إن هو بمجرد ما هيقرب من القمة الصخرة هتنزل وهتقع تاني تحت، وفي نفس الوقت لما الصخرة بتقع بينزل وبرضه بياخدها ويطلعها تاني وبيفضل يتكرر نفس الدايرة. وده بيخلق لنا مصطلح فلسفي اسمه العبث، هو إنك تعمل حاجة وإنت عارف حتمية نهايتها هتروح فين. أهو نفس حوار سيزيف مع الصخرة ده هو نفس حوارك مع المنبه بالظبط، بتفضل تكرر نفس الحاجة رغم إن أنت عارف إن أنت في الآخر هتوصل لنفس النتيجة، بدل ما تفكر في الطريقة اللي أنت تشكل بيها الحاجة دي وتغيرها علشان ما توصلش لنفس النتيجة. وحتى لو هتوصل لنفس النتيجة فلازم تتخيل سيزيف مبسوط. فيمكن المنبه مزعج، ولكن أنت لسه عندك يوم جديد. ولو كلامي خلاك تفكر يبقى أنا رسالتي وصلت. كان معاك ليتش وده برنامج تفاح.